السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير، مساء الخير، على على قد التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. احنا النهارده جايين نعمل معاكم حبة تحابيش كده زي ما بيقولوا. اللفت المخلل، ودمسنا فول، وفرمنا فلافل او طعمية زي ما بنقول عندنا في مصر، وعملنا حاجات حلوة كتير. يا رب ان شاء الله تنول اعجابكم وتنول رضاكم، وتفعلوا لي زر الجرس، وتضغطوا لي بصمة، وتعملوا لي تعليق ودعوة حلوة كده من قلوبكم يا رب. وجات لي كمان ميزة شكرا، يا ريت تدخلوا عليها وتدعموني فيها فضلا وليس امرا طبعا. اخواتي وحبايبي اللي بيحبوني، هيدخلوا تحت الفيديو بتاعي هتلاقي ميزة شكرا حرف اس كده. ادعموني بيها باللي يرضيكم، وان شاء الله على قد تعبي ومجهودي ربنا هيرضيني ان شاء الله يا رب. هنا انا نضفت اللفت وشلت منه الورق ده، طبعا هيتعمل محشي بس للاسف مش انا اللي عامله، او انا عملته بس مش عندي يعني، هقول لكم دلوقتي. وانا بقى نضفت اللفت والعروق بتاعته دي انا بعشقها جدا. في ناس بتاخد الراس اللي هي الحمرا دي بس، انما العروق دي بتترميها، بس دي بتبقى لذيذه قوي بصراحه في المخلل، وبالذات لما تبقى مليانه بيبقى طعمها حلو قوي. هنا انا نضفته وغسلته كويس كده ورجاني، بس الحته ديت انا ما صورتهاش لان خد وقتي معايا كتير في التنظيف، انا صورت قطع صغيره منه بس. بتنضفيه كده وتغسليه وتنزلي منه بقى الطينه والشوائب والاوراق الخضراء وكل حاجه كده تمام قوي قوي. بنقطعه بقى قطع صغيره كده على قد الحجم اللي انت حباه. هنا بتخرطي العروق بتاعته كده بالشكل ده كده، على قد ايه يعني، زي نص صابع او على قد طول صابعك كده. بتقطعيه كده، وبتقطعي بقى الروس بتاعته بالشكل اللي بيعجبك وبيريحك، او بالشكل اللي انت حابه تاكليه بيه يعني. في ناس بتعمله صوابع، في ناس بتعمله مكعبات، على قد الشكل. انا حابه الشكل ده وبحب اعمله كده. عملته وغسلته مره واتنين وتلاته، بصراحه هلكت فيه غسيل، بس انا طبعا ما صورتش الغسيل لانه خد وقت معايا كبير. وفضيته هنا بقى في البرطمان الجميل ده على قد بالظبط الكميه، والشويه اللي في الطبق دول كانوا زياده، بس لما بات الكميه قلت لان هو نزل ميه، فحطيت الشويه دول تاني فيه، والحمد لله البرطمان اتملى وبقى زي الفل. بنجيب طبق كده بنحط فيه 4 5 معالق ملح، تمام. بتعصري فيه ليمونه، ايوه ليمونه، وبعدين بتحطي حوالي نص كوبايه او ربع كوبايه خل، ماشي. ولو عندك فلفل احمر مفروم او مش مفروم بتفرميه في الكبه وتحطيه عليه، بس للاسف انا في الوقت ده ما كانش عندي. بس انا الحمد لله يعني جبت فلفل وفرمته وحطيت عليه، بس طبعا بعد التصوير وبعد ما خلصت الفيديو تاني يوم على طول فرمت فلفل وحطيت عليه، بيديله طعم ولون حلو قوي. انا مش من هواة البنجر على فكره، على المخلل، على اي مخللات. انا بحب البنجر في كل حالاته ما عدا المخلل سبحان الله، انا طبيعتي كده. عملنا بقى المحلول بتاعه، محلول الملح بتاعه بالشكل ده كده، وبتحطي الليمون بقشره عادي. في فكره تانية ممكن تعمليها، الميه دي بتحطيها في شفشق الخلاط، الكميه على قد الشفشق بتاعك، تمام. بتحطي الملح والليمون والفلفل وتضربيهم كلهم في الخلاط، وبعد كده تفضيهم في الطبق ده وبتزوديهم ميه، وبتنزلي بيهم على الليفت بتاعك كده. طبعا اهم حاجه رشه الخل دي لانها بتحافظ عليه، بتخلوش يتهري عندك لو قعد معاكي فتره طويله. وبعد يومين ثلاثه بالظبط بتكوني واكله منه مخلل تحفه. وهنصور برضو فيديو تاني واحنا بنعمل اكل، وهطلع لكم منه معايا، هتعرفوا طعمه هتعرفوا شكله حلو او طعمه، طبعا انا وحدي اللي هعرفه يعني. بقيت رغايه قوي، ايه ده بلا راديو، ما علينا حبايبي واخواتي طبعا مشرفيني ومنوريني، وحبي ليكم والله اللي بيخليني اتكلم معاكم بطلاقه كده. ربنا يديم بينا دايما المعروف. هنا بقى عملنا الفلافل او الطعميه المصريه. بنجيب حوالي، انا بعمل ربع كيلو بس لان ايه، بصراحه تبقى تقيله قوي وزيتها صعب وكده، فبصراحه انا بحبها بيتي، وعندي ولادي وزوجي بيحبوها بيتي قوي، كل اللي في البيت عندنا بيحبوها كده. انا بجيب ربع كيلو فلفل، فلفل يا حاج، ما خلص الفلفل من بدري مع اللفت. ربع كيلو فول مدشوش او فول مقشر زي ده كده، تمام. وبصلايه زي اللي شفتها كده بقطعها 4، وده كرات. بجيب ربطتين 2 بس او حزمتين 2 بس، بيبقى مغسول كويس ومنقوع في ميه وخل، وبعد كده بقطعه عليها كده، تمام. وبعدين بقى بتنزلي بيه في الكبه بتاعتك، في الكبه او مفرمه كهرباء او مفرمه يدوي، ايا كان النوع اللي بتفرمي بيه ايه. هي طبعا ما ينفعش تتعمل غير في كبه او خلاط، بس خلاط هتزودي ميه، ولو زودت ميه هتسيب منك وتبقى حالتها حاله. انا بفضي كل الكميه دي كده في قلب الكبه مع بعضها، بنزل عليها بمعلقه ملح، معلقه ملح واحده بس، تمام. اهو بالشكل ده كده. بتحطي حوالي ربع كوبايه ميه، ربع بس كوبايه ميه. هو ممكن القطعه دي تقريبا ما اتصورتش معايا، مش فاكره ان انا صورتها.
ربع كوبايه ميه وبتضربيه في الكبه بالشكل ده كده. الميه عشان تمشي معاكي الفول والخضار، تنعم معاكي، هو كده كده اوريدي هيتفرم، بس لازم ربع كوبايه الميه دي عشان تنعم معاكي الكميه دي كده. طبعا انت لو اشتريتي الدقه او العجينه بتاعه الطعميه من اي مطعم فول وطعميه وكده، مش هتشتريها بالطعم بالشكل واللون ده طبعا والنظافه دي. اهو بالشكل ده كده تعمل معاكي. انا بعمل الكميه دي على مرتين لانها بتبقى كتيره، يعني ان انا اعملها مره واحده. اهو بالشكل ده كده بقت جميله. هنا بقى هنعمل يا جماعه سلطه، انا اول مره في حياتي بعملها. انا جربتها قبل كده بس ما صورتهاش. ده اسمه سحوق يمني. صاحبتي اليمنيه حبيبتي افنان، ربنا يخليها يا رب، هي اللي قالت لي عليها بصراحه، وكنت مستغرباها قوي بس عملتها. هي عباره عن سلطه يا جدعان بس مضروبه في الكبه. تمام. كبه كهربا، كبه يدوي بالشكل ده كده. بتجيبي نص ربطه كزبره خضراء مش بقدونس، وحبيتين طماطم، وحوالي فصين 3 توم. انا عندي التوم مهروس فباخد بمقدارهم كده. ورشه ملح بس خلاص. نص ربطه كزبره، حبيتين طماطم، كام فص توم، قرن فلفل حامي، حامي واتاكد على حامي دي او بارد لو انت حابه، بس هي حامي حلو، ورشه ملح. 5 حاجات. وتضربيها ضرب مبرحا، مش مبرحا مبرحا يعني، ضرب كأنك بتبرشيها كده في قلب الكبة. وبكده بتبقى خلصت معانا. طبعا مش ليها ليمون ولا ليه، انا سألت ان هي ليها ليمون قالت لي لا، هي بتبقى كده. اول ما عملتها بصراحة قلت لها يا افنان مش هتتاكل عندي، انا متأكدة انها مش هتتاكل. بصراحة خلافوا ظني، شطبوا عليها. دي تالت مرة بعملها يا جماعة، او تاني مرة، لان انا عملتها الفيديو ده انا مصوراه من اول امبارح. انا عملتها تاني النهارده، بس بتعملي الكميه دي على قد اليوم بس. كزبره، طماطم، فلفل حامي، توم، ملح. بس تقللي الكميه عشان تتاكل يوم واحد، لان الطماطم لما بتبات بيتغير لونها. وبتبقى احلى طبق مقبلات تحفه. ويسلم لسان اللي قال لي عليها يا رب، ربنا يبارك لها. هنا بقى هندمس فول، بس الفول ده يعني بتسيبه 8 ساعات منقوع، انا بوريكم 8 ساعات. انا مش عملته اليوم ده، انا اليوم ده عملت الفلافل بقى قليتها كده، والسحوق وبطاطس محمره، واللفت المخلل ده من عند حماتي وربنا ما انا اللي عاملاه، والقرنبيط والبطاطس في الطبق اللي ورا ده من عند حماتي، والجبنه القديمه تقريبا حماتي كانت عازمانا عندنا، يعني هي عزمتنا بس عندنا. اه. والطعميه طبعا انا اللي عملتها، والسحوق الافناني ده تحفه تحفه. حبيبتي يا افنان. وهنا الطعمية بقى أو الفلافل السخنة، طبعا عمرك ما هتشتريها من المطعم باللون الجميل والريحة واو بقى وانتي بتقليها. نص معلقة، نص ربع معلقة بيكنج صودا أو كربوناتو. تمام. حابة تحطي بيضة تمام، مش حابة تحطي بيضة عادي، بس الكربوناتو أو البيكنج صودا بتخليهاش تشرب معاكي زيت بزيادة يعني. وطعمها تحفة طبعا، أحسن من تشتريها بكتير. وسلطة خضراء طبعا الناس اللي مش هيستحملوا ياكلوا المسحوق، قصدي السحوق بتاع أفنان. وهنا بقى بتدمس الفول ده انا دمسته تاني يوم الفجر، الساعة 5 الفجر كنت معلقة عليه كده. اه والله. هنا كانت كمية زادت لانه اتنقع وشرب مية كتير. تمام. بتحطي عليه طماطمايه، ليمونية صفرة مش خضرة، ليمونة صفرة، بس الحتة دي ما حطيتهاش، ما صورتهاش تقريبا. ليمونة صفرة لان الخضرة هتمرر معاكي. عندك مثلا شوية عدس اصفر حطي، عندك حمص شامي حطي، ما عندكيش وعندك فول بس بلاش، ما تحطيش حاجه تاني. وحوالي 4 5 معالق كده خل ابيض. الخل ده مع التسويه بيدوب معاكي القشره، بيخلي القشره عندك متبقاش جامده او تمضغ معاكي. بحطه على نار عاليه كده بقى يغلي، وبعد كده الصاجه العجيبه الغريبه الحلوه الجميله بتاعتي اللي محدش عنده زيها ابدا دي، بتوزع الحراره كويس وبتهدي النار تحت الفول لان هو بيحب نار هاديه. محدش يقول لي انت رغايه لو سمحتي. انا حاسه ان كلكم بتقولوا عليا رغايه مش عارفه ليه. تمام كده. وهنا بقى بعد حوالي يعني من 5 الصبح لحد الساعة 11، وبقى الفول زي الفل كده، وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. ويا ريت ما تنسونيش في لايك وتعليق وسبسكرايب فضلا وليس امرا. مع السلامه. بعد مع السلامه يا جماعه نرجع نكمل كلامنا تاني معاكم ونقول لكم انا عندي جاتلي ميزه شكرا، يا ريت ما تنسونيش تفعلوها لي بعد اذنكم فضلا وليس امرا. ميزه شكرا دي هتلاقيها تحت الفيديو، شكرا وعلى حرف اس كده. اخواتي وحبايبي اللي يحبوا يدعموني دايما فيها، يا ريت تضغطوا لي عليها باللي يرضيكم. مع السلامه.